ودي كانت أكتر نهاية مؤلمة في قصة حب في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. الناس فاكرة إن التاريخ كله حروب وسيوف وجيوش، بس الحقيقة التاريخ ساعات بيتكتب بدقة قلب، بنظرة، بهمسة حب اتقالت في لحظة مش محسوبة كانت كفيلة تغير مصير إمبراطورية كاملة. والنهاردة أنا جاي أحكي لك حكاية مش زي أي حكاية. دي مش بس قصة كليوباترا ملكة مصر، دي قصة آخر نفس في حضارة كانت بتتحدى الزمن، قصة امرأة حبت وسيست وحاربت واتكسرت. بس قبل ما نحكي عن أنطونيو وكليوباترا لازم نرجع شوية ونعرف مين كانت كليوباترا أصلا، ويعني إيه آخر ملكة في مصر. تعال نرجع لسنة 69 قبل الميلاد في اسكندرية اللي كانت وقتها من أعظم مدن العالم وبتجمع كل الحضارات. اتولدت بنت في القصر الملكي لأبوها الملك بطليموس ال12 اللي كان بيحكم مصر، ولكن مش بمزاجه، بيدفع لروما جزية وبيستلف منهم ذهب وعمال يبيع أراضي مصر علشان يرضيهم. كان ضعيف، أضعف من إنك تسميه ملك أصلا. البنت دي اللي اتولدت وسط كل ده كان اسمها كليوباترا السبعة، بالظبط زي ما سمعت السبعة، لأن كان في 6 قبلها بنفس الاسم، بس ولا واحدة منهم سببت نفس الضجة اللي سببتها هي. كبرت كليوباترا وسط قصور مليانة ذهب وتماثيل، بس كمان مليانة خيانات ومؤامرات. البطالمة كانوا بيحكموا مصر بعد موت الإسكندر الأكبر، بس ولا واحد فيهم حاول يفهم المصريين أو يعيش زيهم. ولكن كليوباترا كانت حاجة تانية خالص، كانت بتتعلم بسرعة، بتتكلم 7 لغات منهم المصري القديم اللي مفيش بطلمي واحد قبليها نطق بيه. كانت بتحب تتكلم مع الفلاحين والكهنة وتجار السوق، عايزة تفهم البلد اللي بتحكمها مش بس تعيش فيها. ولما أبوها مات ساب الحكم ليها هي وأخوها بطليموس ال13، كان عنده 10 سنين وهي تقريبا 18 سنة. الرومان صدروا قرار وقالوا لازم نحكم سوا، لكن مفيش حاجة اسمها حكم مشترك، وخصوصا في القصور. في القصور في بس غيرة، طمع وسكاكين في الظهر. بطليموس كان طفل بس حواليه ناس كبار وزرعوا جواه فكرة انه لازم يشيل اخته من الحكم، وهو صدقه. وكليوباترا لقت نفسها مطرودة من القصر في يوم وليلة، عايشة في الصحراء بتجمع حواليها اللي ولائهم ليها، وحرب أهلية صغيرة بدأت تشتعل. ومصر في الوقت ده كانت على حافة الانهيار أصلا، لكن كان مكتوب ان قصة كليوباترا ما تبدأش وتنتهي بسرعة. كان مكتوب ان في راجل جاي من بعيد من قلب روما هيغير مصيرها. الراجل ده كان اسمه يوليوس قيصر، قائد سياسي دماغ جبارة، وجاي على مصر علشان يحل النزاع بين الملكين الأشقاء. بس ما كانش يعرف انه اول ما هيدخل اسكندرية هيسيب ورا قلبه، ولسه الحكاية في اولها. اسكندرية كانت مشتعلة والدنيا كلها مترقبة قرار قيصر. مين هيدعمه، بطليموس الطفل ولا كليوباترا اللي اختفت؟ ويا ترى مين فيهم هو اللي هيحكمنا؟ يوليوس قيصر كان قاعد في القصر بيدور على مخرج يرضي روما ويحمي مصالحها في مصر، لكن كليوباترا كانت بتجهز لحركة مفيش قائد في العالم كان ممكن يتوقعها. كانت مستخبية في منطقة هي بس اللي تعرفها بعيد عن عيون الجواسيس، بس مش سايبة الأمور للصدفة. قالت لخدامها أنا لازم أوصل ليوليوس قيصر، بس مش كأي حد، أنا هوصل له زي الملكات بس من غير ما أي شخص يشوفني. وفجأة جات الفكرة تتلف في سجادة، بالظبط كده زي ما سمعت. جه في دماغها إنها تلف نفسها في سجادة كبيرة من اللي بيتلفوا فيهم التماثيل وتتشال على كتف واحد من الخدام. وفعلا ده اللي حصل، لفت نفسها في سجادة كبيرة وخادم من الخدام شالها ودخل بيها جوه القصر. قيصر كان قاعد مشغول، الدنيا حواليه إزعاج، وفجأة السجادة تتفرد قدامه وطلعت منها بنت لون شعرها اسود سواد الليل، عينيها بتلمع. وقفت قدامه بثقة، اتصدم وبص وقال لها كليوباترا، واللحظة دي بالأخص غيرت مجرى الأحداث. قيصر بص لها، مش بس اتفاجئ أبدا، ده اتسحر. كانت لابسة لبس بسيط بس الهالة حواليها ما كانتش بسيطة خالص. بدأوا يتكلموا وهي بدأت تحكي له عن مصر وعن أخوها وعن الظلم اللي اتعرضت له، بس الأهم كانت بتتكلم كملكة مش كواحدة جاية تتوسل أبدا، دي جاية تتفاوض. ومن اللحظة دي قيصر قرر يدعمها
رجعت معاه القصر وبدأت تعيد ترتيب الأوراق. بطليموس ال 13 حاول يقاوم، بس كليوباترا دلوقتي معاها أقوى رجل في العالم. حصلت معركة صغيرة عند النيل وغرق فيها أخوها بطليموس، وكليوباترا رجعت ملكة مش بس لمصر لكن لعقل قيصر. ومن هنا بدأت الحكاية اللي هتوصلها لروما وهتفتح لها أبواب جديدة، بس كمان هتفتح عليها أبواب النار. بعد ما خلصت الحرب الصغيرة في مصر ورجعت كليوباترا للعرش، ما اكتفتش بكده. قيصر كان لازم يرجع روما، بس قبل ما يرجع خد معاه هدية، بس مش هدية عادية، ده خد معاه كليوباترا ذات نفسها. الرحلة كانت مش سهلة ولا قصيرة، بس لما وصلت كليوباترا لأرض روما الدنيا كلها اتشقلبت. الشوارع زحمة، الناس بتبص، الكل بيتكلم عن الملكة الغريبة اللي خطفت قلب قيصر. لكن النخبة، الساسة، السناتورات كانوا بيغلوا من جواهم. ازاي يوليوس قيصر اللي المفروض رمز روما يدخل واحدة أجنبية القصر؟ ازاي يخليها تقعد جنبه وكمان يعلن عن ابنهم قيصرون كأنه وارث شرعي؟ الناس كانت منقسمة، العامة مبهورين. الملكة بتيجي بالمركب على نهر التيبر لابسة فساتين حرير، ماشية في مواكب فيها عبيد من النوبة، بخور من طيبة وذهب من المعابد. لكن جوه القصر في نظرات سم وهمسات غدر. كليوباترا كانت فاهمة ده، إنها مش على أرضها، وكانت بتراقب كل حركة. كانت ماشية على حبل مشدود، بتحاول تحافظ على حب قيصر بس كمان على كرامتها وعلى مصالح مصر. قيصر كان بيحاول يعدل قوانين، يعيد ترتيب السلطة، يسيطر على كل حاجة، بس ده ما عجبش ناس كتير. وفي وسط ده كله حصلت الضربة في سنة 44 قبل الميلاد. يوليوس قيصر اتقتل في قلب مجلس الشيوخ وعلى ايد اعز الناس ليه. كليوباترا كانت وقتها في روما وحست ان الارض بتتهز تحت رجليها. قامت من النوم الصبح لقيت الشوارع كلها عياط وصريخ. قيصر اللي كان بيحميها وبيحمي مصر خلاص مات، وفي لحظة اتحولت من ملكة ضيفة لمتهمة. السناتورات ابتدوا يتكلموا انها سبب الفتنة، انها كانت بتسحر يوليوس قيصر وكان لازم تمشي من بدري. ولكن كليوباترا خدت القرار انها تمشي، بس قبل ما تمشي عملت حركة جريئة جدا، اعلنت ان ابنها قيصرون هو الوريث الشرعي لابوه، وهي رجعت مصر. بس المرة دي مش بقلب مكسور، رجعت وهي شايلة قضية حماية عرش ابنها وسط عالم مليان ذئاب. رجوع كليوباترا لمصر بعد موت قيصر كان زي رجوع محاربة من معركة خسرانة، بس لسه عندها أمل تكسب الحرب. رجعت وهي شايلة ابنها قيصرون على إيد، وعلى الكتف التاني شايلة مصير بلد بحالها. الناس في مصر كانت مستغربة، إيه اللي حصل؟ فين قيصر؟ هو خلاص كل حاجة انتهت؟ لكن كليوباترا ما كانتش ناوية تعيش على ذكريات. كانت عارفة إن روما مش هتسيبها في حالها، وإنها لازم تلاقي حليف قوي وقوي جدا كمان زيها، عنده طموح وحلم كبير. وهنا يطلع مارك أنطونيو على الساحة. أنطونيو ما كانش أي حد في روما، كان الراجل التاني بعد قيصر، شارك معاه في حروبه وكان أقرب الناس ليه. وبعد موت قيصر روما اتقسمت بين 3 رجال: أنطونيو، أوكتافيوس ابن أخت قيصر بالتبني، وليبيديوس، وكل واحد فيهم عايز يثبت إنه الأحق بوراثة الإمبراطورية. كليوباترا كانت بتتابع كل ده من بعيد، وعرفت إن أنطونيو اللي بقى حاكم الشرق ناوي يزور مصر، بس هي ما استنتوش يجي. حضرت استقباله بنفسها بس على طريقتها، سفينة كأنها طالعة من حلم، أشرعة بنفسجية، روائح بخور، موسيقى، خدم لابسين ذهب، وهي كليوباترا قاعدة في النص لابسة تاج حتحور وشكلها آية في الجمال والهيبة. أنطونيو أول ما شافها اتخطف زي قيصر بالظبط ما اتخطف، بس المرة دي كليوباترا كانت أكثر نضجا وذكاء ودهاء. ابتدوا يتقابلوا، يتكلموا، يضحكوا ويخططوا. هي كانت عايزة راجل تواجه بيه العالم، وهو كان محتاج سند، ذهب، سفن، حليف سياسي يرفعه قدام أوكتافيوس. ومن هنا بدأت واحدة من أشهر قصص الحب في تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. بس مش مجرد قصة حب، دي كانت شراكة، اتفاق ضمني. هما الاتنين هيواجهوا العالم، بمعنى أصح هما الاتنين ضد العالم. أنطونيو فضل في مصر شهور، ناسي روما أصلا، ناسي مراته اللي هناك. وكليوباترا كانت بتديله كل اللي هو محتاجه وبتاخد في المقابل قوة، بس التحالف ده كان ليه تمن. روما بدأت تتهامس، الناس قالت أنطونيو اتجنن زي قيصر. الست الفرعونية دي سحرته، وعدت شهور وكليوباترا بقت أقوى بأنطونيو، وأنطونيو
بقى قدام اختيار مصيري، يا إما يكمل مع روما أو يكمل مع كليوباترا. أنطونيو رجع روما بس قلبه كان في اسكندرية. كل خطوة بياخدوها في شوارع روما كان شايف فيها وش كليوباترا، ضحكتها، كلامها، نظراتها. بس روما ما كانتش بتسامح. السناتورات بقوا عاملين مجلس حرب بيتكلموا عن الخطر الشرقي وبيشاوروا على كليوباترا، وأوكتافيوس بقى عدو اللدود. اوكتافيوس كان صغير في السن بس كان خطر جدا، بيخطط لكل خطوة وكان هدفه واضح، يشيل أنطونيو من طريقه ويستولى على السلطة كلها. وأنطونيو لقى نفسه محاصر، لكن بدل ما يستسلم للضغط عمل حركة جريئة، أعلن رسميا إنه خلاص مش تابع لروما ورجع على مصر، وكتب على باب قصره هناك: هنا تكتب الإمبراطورية الجديدة. وقسم الدنيا مع كليوباترا، اداها أراضي في الشام وفي آسيا الصغرى، وقال قدام الناس كلها: دي شريكتي في الحكم. الناس في مصر فرحوا جدا، بس في روما قامت القيامة. قالوا ازاي يديها أراضي رومانية، ازاي ينسب أولاده منها كأنهم أمراء. أوكتافيوس استغل الغضب الشعبي وابتدى يجهز جيش كبير جدا، وقالها صريحة: روما مش هتسكت. وكليوباترا كانت عارفة ان المواجهة جاية لكن ما كانتش خايفة. قالت لأنطونيو: لو هنخسر نخسر سوا، بس لو كسبنا نكتب التاريخ بإيدينا. ابتدوا يجهزوا أسطول ضخم جدا، السفن بتتبني في المواني والذهب بيتصب في القوالب. أنطونيو بيجمع رجالة من كل حتة وكليوباترا بتفتح خزائن مصر. التحالف بقى رسمي والمواجهة قربت. وفي يوم من الأيام كانوا واقفين على شط البحر في اسكندرية بيبصوا على السفن اللي بتتهز في المية. كليوباترا قالت له: شايف يا أنطونيو، البحر ده شاهد علينا، لو غرقنا مع بعض. وهو شد ايديها وقال لها: لو ده تمنك فأنا دافع وأنا راضي. سنة 31 قبل الميلاد البحر المتوسط كان بيغلي. في الناحية الغربية جيش أوكتافيوس قاعد مستني مدعوم من سناتورات روما، وكل اللي شايفين إن أنطونيو خان الإمبراطورية. وفي الناحية التانية أسطول أنطونيو وكليوباترا، سفن فخمة مدهونة بالذهب عليها أعلام مصر، وسيوف الرجالة بتلمع في الشمس. بس جوه القلوب كان في خوف وترقب. كليوباترا فضلت طول الليل على السطح ماشية بين الجنود، بتطمنهم، بتشجعهم، كأنها ملكة ومحاربة في نفس الوقت. وقالتها بصوت عالي: اللي معاه حق عمره ما يخاف من معركة. وأنطونيو كان عينه على البحر، كان عارف إن اللحظة دي هي اللي هتحدد مصيرهم، إما نصر يخلدهم أو هزيمة تمحيهم. وفجأة المعركة بدأت مع أول ضوء الشمس. السفن بتتصادم، الصراخات بتعلى، السهام بتطير في السماء، والمية بتتحول لدم. أنطونيو كان في قلب المعركة، بيضرب، يسيح في وش الجنود، يوجه. وكليوباترا كانت في السفينة بتاعتها الملكية بتتابع كل حاجة من بعيد، وبرضه كانت بتوجه الجنود. لكن فجأة وفي لحظة السفن بتاعت أنطونيو بدأت تتراجع في ارتباك. كليوباترا خدت قرار خطير، قررت تنسحب. أمرت السفينة بتاعتها تتحرك وتبعد عن ساحة القتال، وأنطونيو شافها، وفي لحظة فقدان تركيز قرر يسيب المعركة هو كمان ويركب سفينته ويجري وراها. ساب جنوده وساب معركته. الناس قالت أنطونيو ضحى بكل حاجة علشان الحب، والتاريخ سجل اللحظة دي باعتبارها بداية النهاية. الأسطول انهزم وأوكتافيوس انتصر، وأنطونيو وكليوباترا هربوا على اسكندرية. لكن الهروب ما كانش النهاية، كان بس تأجيل للمصير. اسكندرية، المدينة اللي كانت دايما مليانة حياة، اتحولت لساحة صمت. كليوباترا وأنطونيو رجعوا بعد الهزيمة ووشوشهم شايلة الهم وعيونهم فيها نظرات توجع القلب. الناس في الشوارع كانت بتبص عليهم مش بعيون اتهام لكن بعيون خوف من اللي جاي. أوكتافيوس ما ضيعش وقت، بعت جيوشه مباشرة ناحية مصر. ابتدى يطوق المواني، يقفل الطرق، وكل يوم بيقرب أكتر. كليوباترا قعدت في قصرها فوق البحر بتبص على الأفق، كل يوم الشمس تطلع وتغرب وأوكتافيوس بيقرب. كانت عارفة إن النهاية قربت، لكن من جواها بتقول لنفسها: أنا استحالة استسلم. ولكن قررت تبني قبر ملكي وهي لسه عايشة، لأن قلبها حاسس إن النهاية قربت. بتبني القبر مش عشان تموت لكن عشان تبقى رسالة، ورسالة واضحة: أنا مش ههرب، ولكن لو هم جم هيموتوا معايا. القبر كان مليان كنوز، ذهب، مجوهرات، تماثيل، وكل حاجة بتمثل تاريخها، كأنها بتحضر العرض الأخير. أنطونيو كان تايه مش عارف يتعامل مع الهزيمة، بس لما شاف كليوباترا بتخطط للموت قلبه اتقطع. دخل عليها القصر وقال لها: لسه ما خلصناش، لسه في أمل. وهي ابتسمت ابتسامة صغيرة وقالت: أنا وأنت خلاص بقينا صفحة، بس لسه بنكتب آخر سطر فيها. أنطونيو بصلها وسابها ومشي. وفي لحظة وصلت إشاعة، حد دخل على أنطونيو وقال له: الملكة ماتت، كليوباترا انتحرت.
الراجل اتجنن، ما بقاش عارف يعمل ايه، عمال يكسر في كل حاجة في القصر، وفجأة مسك سيفه وطعن نفسه. بس الحقيقة الإشاعة كانت كذب، كليوباترا كانت لسه عايشة، ولما وصل لها الخبر جريت بسرعة على القصر وشالته وخدته في حضنها وهو غرقان في دمه، ولفت ايديها حواليه، ومات أنطونيو وهو بين ايديها. وهي ساعتها فقدت آخر حائط كانت بتتسند عليه. الدنيا سكتت، مصر كلها سكتت، وقلب كليوباترا اتكسر بجد. بعد موت أنطونيو كليوباترا بقت وحيدة، مش بس كملكة لكن كإنسانة. اللي كان بيسندها مات، واللي جاي غدر. اوكتافيوس بعت رسول ليها قال لها استسلمي وهنخليكي تعيشي، لكن كليوباترا كانت عارفة ان روما عمرها ما بتوفي بوعد، عارفة انهم هياخدوها هناك يلبسوها حديد ويمشوا بيها في شوارع روما زي الغنيمة، والناس تسقف والملكة تبقى فرجة. لكن كليوباترا قالت انا اتولدت ملكة وهموت ملكة. قعدت في اوضتها، لبست تاجها، وطلبت صندوق صغير. جوه الصندوق ده كانت حية افعى صغيرة جدا، شكلها بسيط بس سمها قاتل. كليوباترا مدت ايديها وسابت الحية تلدغها، وقبل ما تغمض عينيها بصت على صورة أنطونيو وقالت استناني، احنا ما كملناش حكايتنا. الخدامات لقوها نايمة على سريرها، لابسة فستان أبيض وتاجها على راسها، وابتسامة هادية على وشها كأنها ما ماتتش، كأنها ارتاحت. ولكن روما خدت جثتها. لكن القصة فضلت، وقصة كليوباترا وأنطونيو وصلت رسالة للعالم كله. كليوباترا ما كانتش مجرد ملكة، كانت رمز للحرية والعند والحب اللي مش بيخاف، وللسلطة اللي مش بتتوسل. وماتت زي ما عاشت، ملكة. وكلمة أخيرة هقولها لكل الناس اللي وصلت لحد هنا، انتوا في القلب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هعملها أول بأول. أنا كريم بنزيما من سكريم فروم هيستوري، صرخة من التاريخ.